السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زادت هذه من شغلات اللي يقول لك هل ستترك بلدك مقابل 3 مليون دولار وسيارة فيراري وفيلتين ومدري شيء؟ يا ابني انت هبل. ولا اسيب بلدي بحبة ربط من عند الكراع ولا اسيبه. يعني انت تشي تخسرنا اخرتي، انت تشي يعني دنيا واخرة ما يقعش. انت كيمني لازم يكون عندك ايمان انه اخرة فقط، هذا اللي معك بس. ولا العيال اللي يتصلوا برضه يا محمد يا بنا كندا، انت هبل برضه، انت الثاني مو هبل. كندا هي بالشارع الذي ورانا. يعني ما تجي تقول لي هبينا كندا تحس ان انا رايح انا الخساف يعني. انت هبل عليه ولا على نفسك يعني؟ بعدين كيف ترضي انت تسيب بلاد المسلمين هذه المن؟ كيف ترضي على نفسك انك تروح عند ناس فخوذهم احلى من وجهك؟ انا ما رضيناش، ما رضيش عليك كمان. لما تجي كمان برضو تسوي مقارنة بين الجوز الامريكي والجوز اليمني. الجوز اليمني هيبة، هيبة كده من فوق. يعني من شاف الجواز حقك قفل حدوده. من شاف حقك الجواز لا ما يفتح لكش حتى حساب داخل البنك. ليش؟ لانك يمني هيبة. شفت كيف؟ الامريكي يجلس رايح واجي بين البلدان، جواز بعطوط اي كلام. الى جانب برضو كمان المقارنة بين الجواز الامريكي والجواز اليمني. الجواز الامريكي شغل لك لاجل حامل هذا الجواز امريكي، يقول لك لاجل هذا الامريكي سنحرك اسطولا في الدفاع عنه. ها شوف على مشاكل، هي شوفوا على مشاكل. بحرك لك اسطول. نحن معانا ايش؟ 2 قوارب حق خفر السواحل، واحد منهم قاسين قلبوا به صيدين بصيرة، والثاني قلبوا به جنجا وابو مقص بخط القصر. هذول الاثنين يرضيك انك تقص تحركهم وتفلس بلادك؟ يرضيك؟ شي تسبب مشاكل بين الدول؟ يكفي انه جوازك يقول لك عند فقدان هذا الجواز يرجى الذهاب لاقرب مركز شرطه والتبليغ عنه ودفع الغرامه. اهون لي ان انا ادفع الغرامه ولا المشاكل حق الدول هذه؟ ولا البنك حقنا يقول لك البنك حقنا اغتراب، البنك حقنا مدري ايش، البنك ايش يعني البنك اغتراب؟ البنك حقنا راح يسوي عمره مع البنوك هناك وبيرجع. الى جانب انه نحن برضه نشتي نوفر على الدوله. شوفوا كيف انك كمان يعني كيف تفكر انت. شوفوا كيف يعني نحن كيف نوفر على الدوله. اخر مره لما طبعوا لنا ابو 500 هذه حق المونوبولي جابونا من داخل روسيا لما دخل عدن. نحن معنا لنا طيارتين بس. شوفوا كيف مين داخل روسيا من داخل عدن. البنك حقنا راح الاردن لانه الاردن اقرب. لو شفت الخريطه انت كده ركزت بتلاقي ان الاردن اقرب من عدن. والى جانب انه خلوه يفكرنا الشارع كمان. شوفوا كيف عشان نحن نتنفس. شوفوا كيف الناس يحبونا احنا. شوفوا كيف احنا يعني ندور مصلحتنا. الحمد لله يعني معانا حكومه يا ناس تستضين احنا. وانتوا تسافروا لي عند الناس الكفار الذي برا ما ينقعش. الى جانب انه يقول لك البنك حقنا راح لانه نعم السرقات زادت. السرقات زادت عادي. انت يعني لما تشي تتطور انت تكون دولتك قويه دوله عظمى. ها يعني امريكا بقارنكم ثاني مره بامريكا. امريكا كل 5 دقائق سرقه بنك. في حد تكلم؟ في حد ناقش؟ ها الدبابي هذا شوف كيف زي. في حد تكلم؟ في حد ناقش؟ في حد قال حاجه؟ في حد بقبق؟ ابدا لا يمكن. لا يمكن. ليش؟ لأنه نحن الآن في طريقهم. الحمد لله نحن في طريق العظومية والدولة العظمى. والحمد لله بدأت عندنا في بنوك تسترق محلات تسترق. معناته إنه إيش؟ البلاد الحمد لله في تقدم. معناته إنه برجع نحن دحين قريبا زي أمريكا. أفتهم لكم كيف؟ والحمد لله يعني البلاد كده تمام ماشية ولحد الآن يعني الأمور مستقرة وكل شيء والبلاد بدأت تتصلح. يعني والذي يشتي العسل يصبر على قبص النحل. وهذه قبصة من حق النحل. هذه مش قبصة، هذه قدمة من حق النحل. هنا عندنا النحل هنا يقادمها. والحمد لله البلاد بدأت تصلح. حتى شوفوا الأدب والاحترام. شوفوا الأدب والاحترام. حسيت إن أنا بإسبانيا داخل بلادي. شوفوا بالله الصورة. شفتوا الصورة؟ شفتوا الصورة تمام؟ شفتوا كيف الأدب والاحترام الذي نازل في بهم ما شاء الله. أما بإسبانيا أنا لما كنت بإسبانيا إيش اللي يستوي؟ لما يسترق بنك ولا لما يستوي حاجة ما تلاقيش عندهم ناس هناك مبقبقين مثلا زي عندنا. اللي يقيسوا يحلوا اللي يقول لك اللي سرق هذا تبع قوة فلان، اللي سرق هذا طرزان، اللي سرق هذا زورو. ما يقول ما فيش ناس عندهم مبقبقين يعني. ولا عندهم ناس يقيسوا مثلا يبلغوا الشرطة مباشرة. لا داخل اسبانيا ابدا ما فيش زي كذا. عندهم هناك يتصلوا لخوسيه مارتينيز بالازريقو يقيسوا يقولوا الو الاخ الصحفي الفلان الفلاني. يقول لهم ايوه انا معكم. يقولوا شوف نحن عندنا استرق بنك انتم فين انتم؟ يقولوا نحن والله بسرقسطة. يتصل لي القائد شرطة سرقسطة هناك. يقول له يا قائد شرطة سرقسطة في عندكم بنك هناك استرق ممكن تروح بالقوة حقه؟ يقول له لا والله ده البنك ده مش تبعي ده بالشارع اللي ورايا. اتصل لقائد شرطة كتالونيا. بعدين رجع اتصل لقائد شرطة كتالونيا. وصل قائد شرطة كتالونيا يقول له هاو الدبابي رجع لي ثاني مرة. قائد شرطة كتالونيا يقول له قائد شرطة مدريد. وعلى كده لما يخلص 3 أيام 4 أيام والشرطة عدم ما وصلوش
والجماعة قد راحوا خلاص بخط رودريجو، جالسين هناك مخزنين وقد أكلوا بحقهم الفلوس حق البنك وهكذا. هناك هذه كسبانية عند الناس الكفار، ليش تروح عندهم؟ يرضيكم أنتم؟ وجالسين تجيبوا سمع للبلاد حقنا إنه ما في بشا ديزل، إنه الشعب كله ديزل، 99% من الشعب ديزل. تقولوا الديزل معدوم، الديزل معدوم، من فين الديزل معدوم؟ تستعدلوا جالسين تسافروا بس. والذي مش مرتاح هنا عندنا يروح عند صاحبنا ويخليه يشربوا واحد لين ويقسموا أقاليم وعشان يرتاح وخلاص. ولا تجيبوا لنا السمع من باطل لو سمحتم. عيشوا هنا بعد بكم احترامكم. انتهى الموضوع، تصبحوا على خير.